فيلمنا بيبدأ يا صديقي مع جون رامبو، كان جندي نخبة سابق مخضرم في وحدة القوات الخاصة للجيش الأمريكي، وشارت وسام الشرف علشان خدمته في حرب فيتنام. وقت خدمته العسكرية اتمسك واتعذب بوحشية في معسكر سجن. سنين بعد ما ساب الجيش، رامبو بيتنقل عبر أمريكا، مش بيدور على مشاكل، هو عايز يعيش بس في سلام. لكن موقف ظلم حصل له في بلدته نفسها بيجبره إنه يعيش رعب الحرب تاني. سنة 1980 في الولايات المتحدة، مسافر وحيد بنظرة بعيدة وابتسامة خفيفة، بيوصل لمستوطنه هدفه عند بحيرة. بيوصل لبيت متواضع قريب من الشط، وبيسأل ستين هل يعرفوا الراجل اللي خدمه معاه في فيتنام. الستين دول طلعوا أم وأخت صاحبه. جيم بيوريهم ورقة قديمة فيها العنوان وصورة قديمة لابنها وهو لابس البدلة العسكرية. وش الأم بيبقى صلب وهي بتشرح إن ابنها مات السنة اللي فاتت بسبب السرطان. هي بتعتقد إن العامل البرتقالي المبيد النباتي اللي استخدم في الحرب هو سبب وفاته. المادة الكيميائية السامة دي دمرت الأدغال وخربت حياة ناس كتير، وهو مصدوم من غير كلام. جون بيديها الصورة وبيمشي. الحزن بيقع عليه بهدوء، بيعند يمشي على الطريق السريع المفتوح. قبل ما يعدي الليل، بيوصل لمدينة صغيرة في ولاية واشنطن اسمها هوب. الشريف المحلي ويل تيزل، الراجل اللي يعرف كل وش في المدينة، بيحس بالغريب على طول وبيبقى في كراهية منه. شعر رامبو الطويل والعلم الأمريكي على الجاكيت بتاعه بيضايق ويل. بيستنى المشكلة قبل ما يقول حتى كلمة. جون ما بيقولش حاجة، بيكمل مشيه من غير ما يظهر أي جاذبية أو تفسير. ويل بيقترح له توصيله، وبعد لحظة تردد جون بيقعد في العربية. بيقول للشريف إنه متجه لبورتلاند، لكن تيزل مش مقتنع. بورتلاند في الاتجاه العكسي. لما جون بيقول له انه عايز ياكل حاجه، ويل بيقول له ان اقرب مطعم على بعد 50 كيلومتر بره المدينه. الرساله واضحه، هو عايز يروح. ويل بيفتخر انه بيفضل هوب نظيفه وهاديه، شارد زي جون وصامت. بيحس ويل انه تهديد، المشكله احسن تقف قبل ما تبدا. عند حافة المدينة بيوقف رامبو وبيحذره انه ما يرجعش. جون ما بيقولش حاجة وبيكون هادي من بره. انضباطه العسكري بيحجز اي حاجة بتتحرك جواه، وعلشان في مطر خفيف بيبتدي ينزل، هو بيتراجع وبيمشي في المدينة على طول. ما بيستناش حتى عربية الشريف تختفي. هو عارف ازاي يتعامل معاه بظلم، وهو مش هيسيب الموضوع من غير ما يتحدى. ويل بيشوفه وبيوقفه تاني. المرة دي جون ما بيعترفش بوجوده. لما الشريف بيمسك ايده، جون بيزقها بإتقان حاد وبيكون كفاية بالنسبة لويل. بيجيب مسدسه وبينفذ القبض. بيتم العثور على سكين قطار في حزام جون، وبيسأله ليه هتحمي سكينة زي دي. بيقول له انها للصيد، لكن ويل بيتجاهل التفسير وبيسحبه للاسم. في السجن الامور بتزيد سوء. ويل بيحجز له مخالفات تشرد ومقاومة القبض وحمل سلاح مخفي. الضباط التانيين بيسخروا منه، لكن ويل بيركز على منظومته هو. بيشم التراب على رامبو وهو بيقول ان الشارع محتاج حمام. جون بيبقى اكتر تحفظا. كل واحد هنا بيحس انه عدو. بيراقب الاوضه، بيدون كل تفصيله من خزانه الاسلحه للشبابيك المسلحه اللي بتستحضر ذكريات معسكر السجن اللي اتعذب فيه من سنين. مش متحمل انه يحس انه سجين تاني المره دي في بلده. بيرفض يتكلم وبيمتنع عن التفتيش. المساعد جه بيشوف بطاقة التعريف على رقبته وبيقرا الاسم جون رامبو. حتى انهم يعرفوا انه جندي ما بيدوش احترام. لما بيحاولوا ياخدوا بصماته بيقاوم. تيزل بيخش وبيهدده ب 90 يوم حبس بالاضافه لغرامه 250 دولار. بيحدد موعد المحكمه 10 الصبح، وبيأمر الضباط ينظفوا السجين. ولما جون بيتجبر يقلع هدومه، هم اخيرا بيشوفوا الندوب العميقه والوحشيه اللي بتغطي جسمه. واحد من الضباط الصغار ميتش يبدا يتساءل مين الراجل ده بجد. هو عايز الشريف ينتبه للموضوع، لكن جي صبره خلص. بيلف رامبو وبيضربه على قفاه بعصايه قويه. بعد كده بتيجي الاهانه الاخيره، بيرش ميه مضغوطه عاليه. جي بيعملها وهو زي اللعبه. لما بيحاولوا يحلقوا له بموس حلاقه مباشر، الصدمه بتغمره. فلاش باك من فيتنام بتملى دماغه. التنفس بيتحول لحاد وتقيل لغايه ما بينفجر. وفي ومضه من الحركه، جون بيطيح بجاي والضباط التانيين. تدريباته بتسيطر عليه وبيتحرر من الاسم. وهو بيجيب السكينه بتاعته وبيطلع يجري في الشارع. بره بيرمي واحد من على موتوسيكل وبيهرب في المطر. جي بيندفع بره وهو معاه بندقيه مستعد يضرب، لكن تيزل بيوقفه. الشوارع مليانه ناس كتير ورامبو خلاص هرب. رامبو بيزود السرعه وبيخترق الطريق والشريف وراه، لكن مع المطارده بتتحول من الاسفلت لارض وعره. جون بيبدا يكسب الافضليه. تيزل بيرن على الراديو وبيطلب الدعم، لكن بيخسر السيطره على عربيته في تل حد وبيتحطم. بيتقلب بعنف اسفل المنحدر. موتوسيكل رامبو كمان مش قادر يستحمل السقوط، فبيستغنى عنه وبيهرب جري وبيستخبى في الجبال. وهو بردان ومبلول من المطر، بيقع على معسكر بناء مهجور في وسط الادغال. هناك بيدور على حبل وقماش تقيل وبيصنع عباية بدائية عشان يحمي نفسه من الظروف. وفي المدينة تيزن بيصعب حملة البحث. بيجيب وحدات كلاب بوليس ومروحية. عازم يطلع رامبو، الكلاب بتشم ريحته. وجون بيكمل تحركه شمال متجه ببوصلة مخبأة في مقبض السكين بتاعته، لكن صوت فريق البحث بيبقى أعلى وراه. بيصعد أعلى، أخيرا بيوصل لقمة جبل مفيش مكان يهرب ليه. وبيبدأ ينزل منحدر صخري شاق فوق نهر هادر. مروحية بتظهر فجأة فوقه وجي جواها مسلح ومتجاهل الأوامر بأخذ رامبو حي. بيصرخ للطيار يثبت المروحية وبيهدده يضربه لو ما عملش اللي هو عايزه. الرصاص بيخترق في جانب الجبل
الجبل وجون ماسك في الصخر، عارف ان حظه مش هيدوم. من غير اختيار تاني بينط وهو نازل بيمسك في اغصان الشجره عشان ما يوقعش جامد، بيخلص حياته لكن بيقع بقوه ودراعه اليمين بيتاذي. فوق جي بيكمل البحث لكن مش قادر يشوف من خلال الاشجار. بعدين من الظل رامبو بيرمي حجر على ازاز المروحيه الامامي، الطيار بيتحرك فجاه من الخضه وجي بيقع من الباب المفتوح وبيتدمر على الصخور اللي تحت. رامبو بيفحص الجثه مفيش نبض، بياخد البندقيه وبيتسلل الغابه. لما تنزل اخيرا بيلاقي جثه جي مفيش كلام من طاقم المروحيه بس صمت. باستخدام ادوات في سكينه رامبو بيخيط كتفه، بعدين بيتحرك تجاه فريق البحث ايديه مرفوعين، لكن تيزل اللي واقف على الحافه بيقول له يقف ومش هيسمع له، والبنادق متوجهه ناحيته مباشره. جون بيرجع لورا متوتر وحذر، بعدين تيزل بيفتح النار الباقي بيتبعوه. رامبو بيغطس ورا الصخور وبيختفي في الاشجار. تيزل بيحاول يستدعي مروحيه ياخد بيها جثه جي، لكن العاصفه اللي بتزيد بتوقف كل الطيارات. عبر الراديو الحقيقه اخيرا بتظهر، جون رامبو مخضرم متحل في فيتنام. التوتر بيعلى، المساعدين بيبداوا يوروا بعض، بيلوموا الشريف انه ضغط زياده. تيزل بيقبض على ميتش وهو بيجبره يتفرج على جثه جي، بيحلف انه هينتقم لصاحبه اللي مات. الكلاب بتكمل في المطر لكن الظروف بتبقى قاسيه، وكمان الحاله النفسيه بين الرجاله. في نفس الوقت رامبو المسلح دلوقتي في وضع البقاء على قيد الحياه بالكامل، بيعمل مصايد في الغابه، بيضرب واحد من مدربي الكلاب في رجله، بعدين بيستخدم طعم عشان يجذب الكلاب ويقتلهم. تيزل مش هيستسلم، بيحفز فريقه ويكمل، لكن الغابه بتاعت رامبو ده العالم بتاعه. بالسكينه بتاعته بيقطع خلال الادغال والرجاله اللي وراه واحد ورا التاني، بيشيلهم بهدوء وبكفاءه، والغابه بتتحول لمنطقه حرب. وفي دهشه بعض الضباط بيضربوا بعض بالغلط، بس تيزل هو اللي باقي من غير اصابه. رامبو بيحاصره وبيضرب بسرعه قبل ما الشريف يقدر يرد السكينه على رقبته. جون كان يقدر يقتل كل واحد منهم لكن ما عملش كده، هو بس عايزهم يخلوه في حاله. بعد ما بيودع ده بيسيب تيزل في الغابه وهو معاه راديو بوليس، وعلشان الجرحى بيستخبوا في الغابه الصحفيين بيغطوا المنطقه وبوليس الولايه بيبدا يوصلوا، لكن تيزل بيرفض انه ينسحب. دي لسه عمليته دلوقتي مع دعم اضافي، بيخطط يخلص اللي ابتداه. بعدين العقيد سام تورتنام بيوصل، انا دربته كنت في فيتنام 3 سنين. بيقول للضباط ان جون كان احسن جندي عنده، قادر يعيش من غير اكل او ميه او دعم حتى في اسوأ الظروف. تورتنام مصدوم انهم لسه عايشين، وبيحذر تيزل يسيب كبريائه ويوقف المطارده. بيطلب منه يدي رامبو مساحه ويخلي الجيش ياخده لما يهدى، لكن تيزل بيرفض انه يتراجع، مش عايز يتصف انه ضعيف. دلوقتي عنده 200 ضابط متدرب تحت امره، وهو واثق انهم هيحاصروا رامبو. وتورتمان وهو ماشي بيخلي تحذير موحش، استعدوا يصنعوا توابيت. تيزل بيقول للعقيد يجي معاه. في الوقت ده المدينه بتستعد للفوضى. رامبو بيستخبى في البريه بهدوء، بيصطاد خنزير بري عشان الاكل، وبينصب معسكر في كوخ مهجور في وسط الغابه. باستخدام الراديو المسروق بيعرف ان الضباط بيحاولوا يوصلوا له وبيقولوا له يسلم نفسه، لكن رامبو ما بيقولش حاجه. عشان يهدي الموقف تيزل بيسأل العقيد تورتمان انه يتواصل. كمان بيعملوا خطه انهم يتتبعوا اشارات الراديو لما تورتمان يستخدم شفرات نداء عسكريه. قائد لفرقه بيكر رامبو الغراب والعقاب. متفاجئ رامبو، العقيد بيبدا يسمى افراد وحدتهم القديمه واحد ورا التاني. جون اخيرا بيرد وبيعلن ان هو بس اللي لسه عايش. تورتمان بيقدم تعزيه وبيتوسل له يسلم نفسه، لكن رامبو بيقول له انه اتاخر. كل ده ابتدى لما الشريف ضرب اول دم. بعد كده الخط بيبقى ساكت، لكن كفايه التتبع بيوضح مكانه. الفجر الضباط بيتحركوا للجبال، لكن مره تانية رامبو بيتزحلق منهم. هو كان هيقتل صياد صغير قبل ما يفهم ان الولد مش تهديد وبيسيبه يمشي، لكن الصيادين التانيين مش محظوظين، بيشوفوا رامبو وهو بيضربه رصاص حذير عشان ينبهوا البوليس. جون بيلاقي منجم مهجور وبيستخبى جواه، والظباط بيحاصروا المدخل وبيفتحوا النار، مش متوقعين انه هيرد النار ببندقيه آلية، ولازم بيديله 3 ثواني عشان يسلم نفسه. لما مفيش رد بيضربوا صاروخ جوه المنجم. الانفجار بيحرك انهيار جوفي بيقفل المدخل، لكن رامبو بيتحرر اعمق في الانفاق. بالظبط في الوقت المناسب بره الضباط بيحتفلوا بياخدوا صور وبينادوا انهم انتصروا. لما تيزل بيوصل وبيشوف اللي حصل بيتعصب، اوامره انهم ما يضربوش اتجاه للتاني. دلوقتي محتاجين جثه عشان يخلصوا الموضوع بنظافه. دورتمان بيوصل ومره تاني بيتحدى غرور الشريف، لكن تيزل تعبان ولسه بيدور على السيطره. بيطلع بعنف والبلدوزر لسه محتاج ساعات كتير عشان يوصل. بيرجع للاسم منهك. في نفس الوقت في المنجم الاسود رامبو بيكتشف براميل وقود قديمه، بيولع شمعه وبيتحرك لقدام، بس بيتزحلق لغايه وسطه في ميه بارده، وهو بيتمنى ان المجرى الجوفي يوصل له. حتى بيتبعوا لغايه ما جماعه من الجردان بتهاجمه وهو بيحاربهم. بيحس ان دخان الشمعة بيطلع فوق وبيتبع تيار الهواء بيوصله للسطح. في نفس الوقت تيزي بيلاقي تورتمان في بار محلي. شريف بيتأسف وبيقول له اسمع، لو كنت خارج النص قبل كده انا بس عايز اعتذر. بيسأل تورتمان كان هيعمل ايه لو مكانه، بيقول ان هو كمان قرب يقتل رامبو بنفسه، لكن حاجه خلته يمسك نفسه. تورتمان ما عندوش اجابه. زمان على ما شاف الراجل اللي جون بقى عليه بيفترض انه ما قدرش يعيش بعد الانهيار الجوفي، لكن ولا واحد فيهم واثق 100%. رامبو عايش قوي، بيشوف قافله على الطريق السريع وبينط على شاحنه عسكريه، وهو بيتسلق الكابينه بيمسك السواق وبيحط السكينه على رقبته، وبيعرف ان العربيه محمله رشاشات ام 60 ومعدات ذخيره. بيرمي الراجل بره. الاختطاف بيتبلغ بسرعه للبوليس. تيزل بيستلم المكالمه ورامبو راجع عايش ومسلح، وعلشان جون بيسوق عربيه دوريات بتفتح نار، بتكسر الشباك الجانبي للشاحنه بيجبرها تنزل من الطريق وبيدمرها في عربيه واقفه. بعدين بيحطم حارس الطريق وبيتجه لقلب مدينه هوب. في محطه بنزين بيحطم الشاحنه، وقود بينفجر من المضخات وهو بيشعل الطريق. بيحرك انفجار ضخم بيقطع
المطاردة وبيغرق المدينة في فوضى. دلوقتي وهو حامل الام 60 رامبو بيدخل مدينة هوب مستعد للحرب. ديزل بيعلن حالة طوارئ وبيأمر الجميع يستخبوا في مكان آمن. جوه القسم تورتمان بيحاول مرة تانية يكلم الشريف بمنطق، لكن ديزل بيهاجمه بيتهم العقيد انه كان في صف رامبو من الاول. بيجيب سلاح وبيأمر تورتمان يمشي. العقيد ما بيتحركش، بيحذر ديزل تاني ده مش هينتهي كويس، وبيبدأ يتكلم مع جون بنفسه الراجل الوحيد اللي ممكن لسه يوصل له. لكن ديزل بيرفض انه يتخلى عن مدينته، وعلشان طواقم الطوارئ بتحارب الحرايق رامبو بيفضل مستخبي في الظل. ديزل بيطلع فوق الاسم متوقع ان جون جاله شخصيا، بيتفقد السقف ومع الوقت طلقات نار بتتردد في الشوارع. رامبو بيضرب في المحاولات وبيدمر كتل كامله، بيضرب في واجهات المحلات عشان يفزع البوليس. بعدين بيتسلل لمحل اسلحه وبيحرك تفاعل متسلسل باشعال البارود والذخيره. الانفجار بيزلزل الشارع. ديزل بيتحرك بسرعه مش عارف الطلقه جايه منين. بعدين رامبو بيفتح النار على اسم البوليس نفسه، بيخترق المبنى بيدخل المكان عارف ان ديزل فوقه. شريف بيضرب اولا لكن جون بيضرب فوقه، بيبعته محطم من خلال فتحه السقف الزجاجي. ديزل بيقع على الارض جريح. رامبو واقف فوقه مستعد يخلص عليه، لكن قبل ما يقدر يضغط على الزناد صوت تورتمان بيقطع خلال الدخان. العقيد بيقول له يقف. ديزل بيتحرك من على الارض بيقول لجون مجنونه، لكن تورتمان ما بيتكسرش، بيتكلم بصوت هاديه بيحذر ان لو رامبو كمل كل قوه الجيش الامريكي هتنزل عليه ومحدش هيطلع عايش. اخيرا رامبو بيتكلم بيتحطم بيطلع كل اللي مكبوحه جواه. هو ما طلبش ده، خدم بلده وحارب جنبها، لكن لما رجع البيت انضرب من ناحيه. في فيتنام كان بيستعمل معدات عسكريه بملايين، دلوقتي مش قادر حتى يمسك شغل. محدش بيحترمه، الكل بيقول عليه شارد. هو ادى كل حاجه وما خدش حاجه في المقابل. دموعه بتمتزج مع الغضب. محدش كان هيساعد، مفيش حد يساعد. هو عايز يروح. صوته بينكسر وهو بيفتكر صحابه كلهم اللي راحوا. بيقول لتورتمان ازاي واحد منهم انفجر على لغم ارضه قدامه. الصوره دي ما اتشالتش من دماغه. الحياه المدنيه ما قدمتش اي شفاء. مش قادر ينام، مش قادر يكلم اي حد، فبيتكلم مع اشباح الرجاله اللي خسرهم. وكل سنه الالم بيزيد. تورتمان بيتحرك لقدام وبيسحب جون في حضن هادي. مش مجرد ايمان، ده الايمان الوحيد اللي رامبو حس بيه من سنين. للحظه الطول بيترفع مع العقيد جنبه ويخفض سلاحه وبيسلم نفسه. الحرب بره بتخلص وكمان الحرب اللي كانت بتحرق جواه. وكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.